أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية العاجلة. إليكم التفاصيل. سجل المعهد الجغرافي الإسباني صباح اليوم الأربعاء هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر، مركزها يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة سبتة في عرض البحر، ولم يحدد بعد العمق الدقيق للهزة. ووفقا لوسائل إعلامية إسبانية فإن ضعف شدة الهزة جعلها غير محسوسة لدى معظم السكان باستثناء قلة قليلة في المناطق المحيطة، دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية تذكر. وتعد هذه الهزة الأولى من نوعها التي يتم رصدها في المنطقة خلال الشهر الأخير، مما يجعلها حدثا جيولوجيا نادرا نسبيا في هذه الفترة. وتقع سبت المحتلة ضمن نطاق مضيق جبل طارق، وهو منطقة نشطة زلزاليا بسبب التقاء صفائح التكتونية الإفريقية والأوراسية، حيث تخضع الهزات الأرضية في هذه المنطقة لمراقبة دائمة من قبل المعاهد الجيولوجية المختصة، رغم أن معظمها يكون ضعيفا.